جواب السؤال على نقطتين. من هو قائد نادي ليفربول قبل ستيفن جيرارد؟ 5 4 3 2 1. فولر. لا مش تضغط اول. فولر. خطأ. عندك إجابة؟ عندي هو دارجليش. خطأ. سامي هيبيا مدافع نرويجي. السؤال قلته خليل؟ قلته. يلا نشوف حلقتك ايش بتقول ولا لا. خلينا نشوف. السؤال اللي بعده. من هو أول نادي يحقق الدوري الأوروبي؟ أول نادي في تاريخ الدوري الأوروبي من يحقق؟ أعطيكم هنت، نادي إنجليزي. 5 نوتنغهام فورست. خطأ. 5 4 3 توتنهام صح. أول إجابة بالمستحيل. نقطتين لكابتن منذر. 11-4. أصبح بعيد يا لا مش صعب، جاوبت سهل. السؤال اللي بعده. من هو أكثر مدافع في التاريخ تسجيلا للهاتريك؟ التاريخ. راموس. خطأ. بيكنباور. خطأ. إجابات منطقية. فرناندو هيرو يا خليل. فرناندو هيرو 4 هاتريك سجل. السؤال اللي بعده. من هو أول نادي عربي بالتاريخ يحقق دوري أبطال أفريقيا؟ الأهلي مصري. خطأ. إسماعيلي. الإسماعيلي صح في سنة 69. هو أول نادي عربي. كم صارت النتيجة يا محمد؟ أشوف 12-6. يلا يا كابتن رشيد، يلا يا كابتن رشيد. نروح حق السؤال اللي بعده والأخير في فقرة المستحيل. يفرق معاك النقطتين إذا جاوبت. أين كان يلعب قبل انتقاله إلى إي سي ميلان؟ قبل انتقاله إلى إي سي ميلان اللاعب جورج ويا. موناكو. خطأ. قبل كان. لا هو صح في فرنسا صح. باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان. اي باريس سان جيرمان. إذا خلصت فقرة المستحيل، النتيجة 12-6 لكابتن منذر.